يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. النهاردة هنتكلم عن موضوع حيوي جدا ومهم لأي قائد أو مدير ولأي شخص عنده مشروع أو فكرة عايزة تتحقق: بناء فريق عمل قوي. إزاي تختار أفضل الأفراد وتلهمهم لتحقيق النجاح وتصنع بيئة عمل استثنائية. كتير مننا بيفتكر إن النجاح بيعتمد على الفرد الواحد، لكن الحقيقة إن أعظم الإنجازات في التاريخ، من بناء الأهرامات لحد إطلاق الصواريخ للفضاء، كانت وراها فرق عمل قوية متكاملة ومترابطة. لكن السؤال الأهم هو: إزاي تبني فريق زي ده يقدر يحقق المستحيل؟ كتير من القادة بيقعوا في فخ اختيار الأفراد بناء على المهارات التقنية بس hard skills، وبيتجاهلوا تماما أهمية الصفات الشخصية، القدرات السلوكية soft skills، والتكامل بين أعضاء الفريق. النتيجة بتكون فريق فيه أفراد شاطرين لكنهم مش بيعرفوا يشتغلوا مع بعض، وبتظهر خلافات وبطء في الإنجاز ومشاكل بتعطل الشغل، وممكن توصل لرحيل أفضل المواهب. ده بيخلي الفريق عبارة عن مجموعة أفراد منفصلين، مش وحدة واحدة. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية بناء فريق قوي، لكن كمان هنفهمك المبادئ العلمية والنفسية اللي بيقوم عليها الفريق الناجح، وهنشاركك خطوات عملية ومفصلة جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تختار الأفراد الصح اللي بيكملوا بعض وتنمي فيهم روح التعاون والالتزام، وتكون قائد بيعرف يلهم فريقه مش بس عشان يوصل لأهدافكم المشتركة، بل عشان يتجاوزها ويصنع إنجازات استثنائية. يلا بينا نكتشف فن بناء الفرق الفائزة. ليه بناء فريق عمل قوي مهم جدا لنجاحك؟ الأسباب الجوهرية والمكاسب الاستراتيجية: بيحقق إنجازات أكبر وأسرع Accelerated Achievement. العمل الجماعي والتكامل بين المهارات المختلفة بيخليكم تحققوا أهداف أكبر بكتير من اللي ممكن يحققها أي فرد لوحده. تنوع المهارات والأفكار بيسرع عملية الإنجاز ويزيد الكفاءة. بيزود الإبداع والابتكار Boosted Innovation. لما تجتمع عقول مختلفة بخلفيات متنوعة، ده بيخلق بيئة خصبة للأفكار الجديدة والحلول المبتكرة اللي ممكن ما كانتش تخطر على بال فرد واحد. الفرق القوية قادرة على التفكير خارج الصندوق. بيحسن جودة الشغل Enhanced Quality. كل عضو في الفريق بيقدر يراجع ويضيف ويحسن على شغل زميله من منظور مختلف، وده بيرفع من جودة المنتج النهائي أو الخدمة اللي بتقدموها وبيقلل الأخطاء. بيدعم الأفراد ويقلل التوتر والاحتراق Support and Burnout Prevention. وجود فريق بيدعم بعضه نفسياً ومهنياً بيقلل من الضغوط الفردية وبيخلي كل فرد يحس إنه مش لوحده في مواجهة التحديات، وده بيقلل معدلات الاحتراق الوظيفي. بيزود الولاء والانتماء Increased Loyalty and Engagement. لما الفرد بيحس إنه جزء لا يتجزأ من فريق ناجح وبيساهم في رؤية أكبر، ده بيزود ولاءه للمؤسسة أو المشروع وبيخليه ملتزم أكتر بالهدف المشترك. بيجذب أفضل المواهب Attracts Top Talent. الفرق القوية وذات السمعة الطيبة بتصبح مغناطيس للمواهب المتميزة، لأن الناس تحب أن تكون جزءاً من فريق يفوز ويقدر أفراده. خطوات عملية ومبادئ نفسية لبناء فريق عمل قوي وإلهامه. الخطوة الأولى: وضح الرؤية والقيم والهدف Define Vision, Values and Mission. المبدأ النفسي: الناس تنجذب للرؤى الواضحة والقيم المشتركة. قبل ما تختار أي حد، لازم تكون الرؤية، المهمة والقيم الأساسية اللي عايز الفريق يوصل لها واضحة ليك تماماً. إيه اللي بنحاول نحققه كفريق؟ إيه قيمنا الأساسية اللي بتوجه تصرفاتنا؟ الرؤية الواضحة مش بس بتجذب الأفراد الصح، بل بتوحدهم وتكون هي البوصلة اللي بتوجه الفريق في الأوقات الصعبة. الخطوة التانية: اختار الأشخاص بناء على التكامل Complementary Skills and Personalities. المبدأ النفسي: التنوع قوة. الفرق المتوازنة بين المهارات والأنماط الشخصية تكون أكتر مرونة وإبداعاً. المهارات التقنية Hard Skills مهمة طبعاً، لكن الأهم هو الصفات الشخصية Soft Skills، زي الذكاء العاطفي وروح التعاون والمرونة والشغف والالتزام. دور على أشخاص بيكملوا بعض، مش مجرد متشابهين. روح التعاون بيعرفوا يشتغلوا مع غيرهم ويضعوا مصلحة الفريق أولاً.
الشغف والالتزام، عندهم حماس للهدف بتاعكم وعلى استعداد لبذل مجهود. المرونة والتكيف، بيقدروا يتأقلموا مع التغيير والتحديات. الذكاء العاطفي، بيقدروا يفهموا ويديروا مشاعرهم ومشاعر الآخرين. نصيحة: في المقابلات اسأل أسئلة سلوكية behavioral questions، وحاول تعمل مقابلات فريق team interviews عشان تشوف الكيمياء بين المرشح وأعضاء الفريق الحاليين. الخطوة الثالثة: وضح الأدوار والمسؤوليات والتوقعات. Clarity of roles, responsibilities and expectations. المبدأ النفسي: الوضوح يقلل اللبس والصراعات ويزيد المساءلة. بعد ما تختار الفريق، لازم كل فرد يعرف بوضوح دوره ومسؤولياته، ومين مسؤول عن إيه، وإيه هي التوقعات منك كقائد وإيه التوقعات منهم. ده بيمنع التداخل في الشغل وبيقلل من الخلافات وبيخلي الشغل يمشي بسلاسة وكفاءة. الخطوة الرابعة: عزز التواصل المفتوح والثقة والأمان النفسي. Open Communication and Psychological Safety. المبدأ النفسي: الثقة والأمان النفسي هم أساس الأداء العالي. الناس تحتاج أن تشعر بالأمان للتعبير عن أفكارها وأخطائها. التواصل هو شريان الحياة لأي فريق. شجع أعضاء الفريق إنهم يتكلموا بصراحة، يطرحوا أفكارهم حتى الغريبة منها، ويطلبوا المساعدة أو يعترفوا بأخطائهم بدون خوف من اللوم. الثقة والأمان النفسي بتبنيها الأمانة، الشفافية والاستماع النشط من القائد. الخطوة الخامسة: قدم الدعم والموارد والتدريب Support Resources and Development. المبدأ النفسي: الاستثمار في الأفراد يزيد من قدراتهم وولائهم. دورك كقائد مش بس إنك توزع المهام، لازم توفر للفريق كل الدعم والموارد اللي محتاجينها عشان ينجحوا. أدوات، معلومات، تدريب. استثمر في تطوير مهاراتهم وشجعهم على التعلم المستمر. الخلاصة: القائد العظيم لا يبني مجرد فريق، بل يبني ثقافة نجاح. بناء فريق قوي هو رحلة مستمرة من الاختيار، التوضيح، الدعم والإلهام. استثمر وقتك ومجهودك في اختيار الأفراد الصح وتوفر البيئة المناسبة ليهم للنمو والنجاح. الفريق القوي هو اللي هيحمل رؤيتك ويحولها لواقع ويصنع لك النجاح اللي بتحلم بيه. يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وبدأ يفتح أفكار جديدة. شاركنا في التعليقات إيه أهم صفة بتدور عليها في أعضاء فريقك، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.